يا هلا. قصتنا المرة هذه أيضا عن شخصية جدلية في التاريخ الليبي. شخصية وصفها المعجبون بها بالشخصية الإصلاحية الأولى في تاريخ ليبيا الحديث. البعض بلغ به الإعجاب لدرجة تسميته بمؤسس ليبيا الحديثة. في المقابل يراه الكارهون له امتداد للاستعمار الإيطالي الفاشي، ولكن بوسائل ملتوية مخادعة. حكايتنا اليوم عن إيتالو بالبو، حاكم ليبيا الإيطالي بين العامين 1933 و 1940، اللي اقتبطت اسمه بنهضة ليبيا المستعمرة الإيطالية. ولد بالبو في 1896 في مدينة فيرارا، ومنذ نعومة أظفاره عرف عنه شغفه بالسياسة. في 14 من عمره شارك مع مجموعة من الإيطاليين في دعم الثورة الألبانية ضد العثمانيين، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وإعلان إيطاليا الحياد ساهم في المظاهرات التي تؤيد المشاركة في الحرب. وبعد أن انضمت إيطاليا للحرب بجانب الحلفاء، شارك في القتال ضد النمسا في جبال الألب. بسبب مشاركته في هذه الحرب تحصل على عدة ميداليات وتم ترقيته لرتبة نقيب. عند انتهاء الحرب العالمية الأولى كان عمره 22 عاماً. ذهب لجامعة فلورنسا وتحصل منها على شهادة العلوم الاجتماعية. بعد نهاية دراسته عاد لمسقط رأسه واشتغل كموظف بسيط في إحدى المصارف. في هذه الأثناء كانت إيطاليا تمر باضطرابات اقتصادية واجتماعية ساهمت في صعود الأفكار القومية المتطرفة واللي تبلورت في الحزب الفاشي اللي أسسه موسوليني. انضم بالبو للحزب وأصبح زعيماً للفاشيين في مدينته فيرارا. كان بالبو أحد أبرز القيادات الفاشية المسؤولة عن الزحف الجماهيري على روما ووصول الحزب الفاشي للسلطة. في العام 1926 قام موسوليني بتعيينه وزيراً للشؤون الجوية، بالرغم من أنه كان يفتقد المعرفة بالطيران. تدرب بالبو على الطيران وأصبح طيار ماهر. ساهم بشكل كبير في تطوير القدرات الجوية الإيطالية. في عام 1930 نجح مع سرب من الطائرات في عبور المحيط الأطلسي جوا والهبوط في أمريكا الجنوبية. هذا الإنجاز الغير مسبوق زاد من شعبيته بين الإيطاليين. يقال إنه موسوليني بدأ يشعر بالغيرة من شعبية بالبو المتزايدة، فقرر إبعاده عن روما، ولذا قام بتعيينه حاكماً للمستعمرة الإيطالية في ليبيا. كيف كان وضع المستعمرة قبل وصول بالبو؟ وكيف كانت سياسة بالبو في إدارة المستعمرة؟ ومين كان مسؤول عن الحادث اللي أدى لوفاة بالبو في طبرق؟ لو حابب تعرف، تابعنا في الحلقة القادمة، وما تنسى اللايك والشير. سلام. يا هلا ومرحب. توقفنا في قصتنا عن إيتالو بالبو عند خبر تعيينه من قبل موسيلني كحاكم للمستعمرات الإيطالية فيما يسمى اليوم ليبيا. بالرغم من يقين بالبو أنه قرار تعيينه كحاكم للمستعمرات الإيطالية في ليبيا هو في الأساس محاولة من موسيلني لنفيه من روما، إلا أنه بعد تردد دام 6 أشهر سلم للقرار وتوجه لليبيا. ليبيا كانت قبل وصله عبارة عن مستعمرتين منفصلتين، طرابلس غرباً وبرقة شرقاً. بعد وصول بالبو تم توحيد المستعمرتين لأول مرة تحت مسمى ليبيا. عند وصول بالبو كان قد مضى على إعدام الشيخ عمر المختار 4 سنوات، وهو الحدث يلي بيرمز لانتهاء المقاومة المحلية المنظمة للاحتلال الإيطالي. وجد بالبو نفسه يحكم بلداً من أكثر البلدان فقراً وتخلفاً إذا ما قورن بدول الجوار. خلال 6 سنوات قام بالبو بنهضة عمرانية في البلد، وكان الهدف الرئيسي من هي النهضة هو الوصول بمدن المستعمرة من الناحية العمرانية والبنية التحتية لمستوى بيقارب مستوى المدن الإيطالية، وبالتالي بيسهل إقناع الإيطاليين بالهجرة إليه، وبذلك تتحول ليبيا جغرافياً وديموغرافياً فعلياً لشاطئ رابع لإيطاليا. أعظم إنجازات بالبو أكثرها صعوبة هو نجاحه في إنشاء الطريق الساحلي، طريق ربط جميع مدن الساحل الليبي من الشرق للغرب. مسافة الطريق 1800 كيلومتر، وتم إنشاؤه خلال 15 شهراً. أيضاً أنشأ بالبو لجنة تشرف على العمران داخل طرابلس، ووضع قوانين صارمة فيما يخص التصاميم المعمارية للشوارع والمباني للمدينة،
وهو ما ساهم في إعطاء المدينة طابع معماري خاص بها. حاول بالبو أن يجعل من ليبيا وجهة سياحية. اهتم بأعمال التنقيب على الآثار، وأحيا المسرح الروماني في صبراتة. أقام أيضاً سباق دوري للسيارات في طرابلس، وبنى فنادق وأماكن ترفيه في كل من طرابلس وبنغازي. اهتم بمعرض طرابلس الدولي، واللي اكتسب في عهده شهرة كبيرة. على الجانب الاقتصادي، فإنه أولى محاولات اكتشاف النفط في ليبيا كانت في عهده، وبالرغم من اكتشاف كميات قليلة منه، إلا أن التقنية الإيطالية في ذلك الوقت كانت عاجزة عن استخراجه. الإنجاز الأكبر لبالبو تمثل في تطويره للزراعة. قام ببناء قرى ومزارع حديثة، ولكنه بدل أنه يقوم بتسليم هذه القرى والمزارع للسكان المحلين، قام بجلب أعداد كبيرة من الأسر الإيطالية من جنوب إيطاليا لتوطينها في تلك المزارع. وبالرغم من ممارسته لهذه السياسة الاستيطانية وسعيه لإحداث تفوق ديموغرافي للمهاجرين الإيطاليين، سعى بالبو أيضاً للتودد للسكان المحلين وطالينتهم إن صح التعبير. أنشأ المدرسة الإسلامية في طرابلس كمحاولة لثني السكان المحليين عن الدراسة في دول الجوار. حاول أيضاً أنه يظهر تصالحه مع الإسلام من خلال صيانة المساجد والإشراف على رحلات الحج. بل بلغ به التصالح، أو ربما النفاق، أنه طلب من الفاتيكان أن تبني مسجداً داخل الفاتيكان. بالرغم أن موسوليني على ما يبدو لم يعترض كثيراً على سياسات بالبو داخل ليبيا، إلا أن الخلافات بدأت تظهر بين الرجلين بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. شنو كانت طبيعة هذه الخلافات؟ وهل كانت هي السبب في موته؟ لو حابب تعرف، تابعنا الحلقة القادمة، ولا تنسى اللايك والشير. يا هلا ومرحب. توقفنا في قصتنا عن بالبو عند الخلاف اللي حصل بين بالبو وموسوليني بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. فيما يتعلق بالشؤون العسكرية، كان بالبو غالباً يرى الأمور من منظور مختلف تماماً عن موسوليني. بعد تعيينه حاكم لليبيا، كان بالبو متحمساً لتحقيق الحلم الفاشي بربط ليبيا بالمستعمرات الإيطالية في القرن الإفريقي. لتحقيق هذا الحلم، كان على الإيطاليين أن يحتلوا أجزاء من مصر والسودان، وهو ما كان بيدخلهم في مواجهة مع القوات البريطانية. منذ السنوات الأولى لوصوله، أخذ بالبو يعد خططاً عسكرية لتحقيق هذا الإنجاز. كان بالبو يعتقد أن في حال تحقيق هذا النجاح العسكري، ستسلط عليه الأضواء مجدداً وتعيد إليه الاعتبار كقائد فاشي عظيم، خاصة بعد إقدام موسوليني على نفيه من روما وإبعاده. وربما لهذا السبب كان موسوليني يرفض مجاراة بالبو في تلك الخطط الطموحة. بلغت الغيرة بموسوليني حد أن أبلغ البريطانيين ببعض التحركات العسكرية السرية لبالبو بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. اندفع موسوليني للمشاركة في الحرب بجانب الألمان، فيما كان بالبو يرى في هتلر والألمان خطراً يفوق خطر الإنجليز. كان بالبو الزعيم الفاشي الوحيد اللي اعترض على التحالف مع هتلر، ويروى أنه قال لزملائه في إحدى الاجتماعات إن في حال فوز الألمان في الحرب، سينتهي بكمل المطاف مسيحي أحذية للجنود الألمان. بالرغم من اعتراضه، انصاع بالبو في نهاية الأمر لقرار الحكومة الإيطالية، وبدأ استعداداته لشن هجوم على القوات البريطانية في مصر. بعد إعلان الحرب، خزت الطائرات البريطانية تقصف بشكل متكرر المواقع الإيطالية في شرق ليبيا. كانوا الإيطاليين مخططين أنه يهاجموا الإسكندرية في نهاية شهر يوليو من عام 1940. قبل تقريباً شهر من هذا التاريخ، كان بالبو متوجه بطائرته للهبوط في مدينة طبرق على الحدود الليبية المصرية وقيادة العملية من هناك. قبل وصول طائرة بالبو بساعات، كانت مدينة طبرق تعرضت لقصف من الطائرات البريطانية، وكانت مضادات الطيران الإيطالية على أهبة الاستعداد. بعد دخول طائرة بالبو سماء طبرق، بدأت المضادات الأرضية باستهدافها. اعتقاد من الجنود إنها طائرة معادية، بالرغم من إنه كل التحقيقات بتشير لخطأ بشري تسبب في مقتله، إلا إنه قطاع كبير من الناس لا يزال يعتقد إنه لموسوليني يد في وفاته.
إذا عجبتك القصة لا تنسى اللايك والشير.